يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نستمع سويا الآن إلى الكلمة الطيبة يلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد الفقي من علماء الأزهر الشريف بمحافظة المنوفية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل العدل والإنصاف والوفا، ومن على إثرهم إلى يوم الدين اقتفى. أما بعد، استمعنا أيها الإخوة المؤمنون عباد الله إلى قارئنا البارع وهو يقرأ من قول الله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولك أن تتساءل أيها المسلم الحبيب: ما معنى هذه الآية العظيمة المباركة التي لطالما سمعناها وتلوناها؟ جلس أبو جهل ومعه من معه ممن معه في مكة المكرمة عند الكعبة، ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وسألوه أن يقطع أرض وجبال مكة حتى تعود أودية وأنهارا كما كانت وكما ستكون في آخر الزمان. وما هو في الإعجاز العلمي أنه لن تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز أودية وأنهارا كما كانت. قطعت الأرض فصارت فيها الأودية والأنهار، ولقد كانت رتقا جملة واحدة فقطعت إلى القارات الثلاث، وكان هناك ما يسمى بالبحر الأحمر والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض. لم يكن هذا في قديم الزمان. أو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، أو تحيي لنا يا محمد جدنا قصي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يحدث؟ لكان قرآنك هذا قرآنا صحيحا، لآمنا بهذا القرآن وأيقنا به يا محمد. أو تحيي الموتى كما أحيا الله الموتى لعيسى عليه السلام،
أو تسير الجبال كما سيرت لسليمان الدنيا، فنستطيع أن تتسخر لنا الريح ونذهب إلى بلاد الشام على هذه الريح. فأنزل الله هذه الآية العظيمة: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ليؤمنوا لكان قرآنا. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، سيظل القرآن المعجزة الكبرى العظمى التي يتحدى بها وبأصغر آية منها، وسيصير البركة في الحياة ما دام في صدور الناس، نقرأه وندعو به لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك. وأخيرا وليس آخرا، أسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد في فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.